غنبداو على بركة الله المحتوى الجديد للقناة، واللي كنتمنى يعجبكم وتخليو ليا ملاحظاتكم وتعليقاتكم. قصص واقعية عاشوها ناس في مختلف أنحاء العالم، قصص ملهمة كتشجعنا أننا عمرنا نستسلموا لشي حاجة خايبة عشناها، قصص غريبة وطقوس لشعوب في مختلف أنحاء العالم اللي ما كنعرفوهاش. قصة اليوم: الضوء الأخير. أنا زوجة وأم لابن وبنت. من وقت بديت حياتي مع زوجي وحنا كنعيشو حياة مرتاحة، وطول حياتي كانوا عندي مساعدات في المنزل ومربيات، وكانت كل وحدة منهم ما كتبقاش عندنا أكثر من شهرين وكتهرب بسبب عدوانية زوجي وطبعه القاسي، بحيث كان كيتفنن في تعذيب أي مربية كتعمل عندنا، ومنكرش أني كنت كنشاركو في بعض الأحيان جريمته. وفي الوقت اللي وصلت بنتي سن السابعة من عمرها وولدي في المرحلة الإعدادية، جا عندنا فلاح من معارف زوجي وجاب معاه بنته الطفلة اللي كان في عمرها 7 سنوات. استقبلوا زوجي بكبرياء وترفع. قال الفلاح أنه جاب بنته تخدم عندنا مقابل مبلغ شهري، ومشى السيد وخلى بنته اللي بدات كتبكي وكتشد في جلباب والدها اللي كانوا عينيه مدمعين. بدات الطفلة حياتها الجديدة معنا، وكانت كتفيق في الصباح بكري باش تعاوني في توجاد الأكل لولادي، ومن بعد كتهز المحفظات المدرسية ديال الأبناء وكتنزل الشارع معاهم، كتبقى واقفة حتى كيجي النقل المدرسي، وكترجع للدار كتفطر، وغالبا كتاكل الخبز البايت. من بعد كتبدا أعمال البيت من تنظيف وغسل وحتى شراء المستلزمات. كتبقى الطفلة كتلبي الطلبات ديالنا حتى لمنتصف الليل، وكطيح بحال الميتة وكتغرق في النوم. وكانت إلا نسات ما دارت شي حاجة ولا شي خدمة كيضربها زوجي بقسوة، كتحمل الضرب وكتبكي، ورغم ذلك كانت في منتهى الأمانة والنقى والإخلاص، وكتفرح بأبسط الأشياء. ورغم أني كنت كنشارك زوجي في القسوة على الخادمات، إلا أني كنت كنشفق على هاد الفتاة اللي طيبتها وضعفها، وكنطلب زوجي ما يضربهاش، ولكن كان كيقول أنه هاد الصنف كينفع معاه غير العصا. استمرت الطفلة في تحمل العذاب في صمت وصبرات، وحتى ملي كيجي العيد وكيخرجوا ولادي فرحانين كتبقى الطفلة في الدار كتنظف وتغسل بدون شفقة. أما والدها فكان كيجي مرات معدودة ياخد الأجرة الشهرية ديالها، أو كيرسل شي حد ياخدها. أمها وأخواتها فشافتهم في 3 ديال المناسبات: ملي توفى خوها الكبير، والمرة الثانية ملي مرضات مرض معدي وخفنا على ولادنا من العدوى، والمرة الثالثة ملي توفى والدها. وليت كلما تفكرت عقابنا لهذيك الطفلة ملي كتخطأ كنبكي. فكان زوجي كيقسو عليها وكيعذبها وكيحرمها من وجبة العشاء وقت البرد، والكل غادي يتساءل علاش هذيك الطفلة تحملات هاد الشي كله وما هرباتش. والجواب أنه ملي وصلت الفتاة لسن الشباب خرجت في يوم لشراء بعض الحاجات وما رجعتش. فسأل زوجي عساس العمارة وعرف أنها كانت كتكلم لفترات طويلة مع شاب كان كيعمل عند الجزار في نفس الشارع، وأنه من المحتمل تكون اتفقت معاه على الزواج وهربات. ولكن ما كملش أسبوع حتى قدر زوجي بنفوذه أنه يجيبها، واستقبلناها بكل أنواع العذاب، وشارك كذلك ولدي في تعذيبها. إلا بنتي كانت كتألم للي كان كيجرى لهاد الخادمة. رجعت المسكينة لحياتها تعيسة واستسلمت لمصيرها. من بعد بدينا كنلاحظوا انه الكيسان والاطباق كيطيحوا من يديها ولات كتعثر في مشيتها، فقررنا نديوها للطبيب.
فأكد لنا الطبيب أن نظرها قل بزاف وما كتشوفش تحت رجليها، يعني ولات شبه عمياء. ورغم ذلك ما رحمناهاش وبقات كتقوم بأعمال البيت وكتخرج للسوق. واحد النهار خرجت الفتاة من بعد ما ولات كفيفة تقريبا وما رجعتش مرة أخرى، لكن هاد المرة ما اهتميناش نبحثوا عليها. ومضات سنوات وزوجي خدا تقاعد وفقد المنصب والنفوذ، وتخرج ابني من الجامعة، خدم وتزوج وفرحنا بزواجه. واكتملت فرحتنا ملي عرفنا أنه مرته حاملة. ومن بعد مرور شهور الحمل وضعت ولدها، فإذا بنا كنكتشفوا أنه بصير. وكانت صدمة قاسية علينا وتحولت الفرحة لحزن. عرضناه على الأطباء ولكن بدون فائدة، واستسلم زوجي وابني للأمر الواقع. ودخلنا الطفل للحضانة المكفوفين. وقررت زوجة ابني ما تولدش مازال حيث خافت من تكرار المصيبة، ولكن الأطباء طمئنوها وشجعوها على الحمل، وإحنا كذلك. حملات وولدات بنت زوينة، وفرحنا الطبيب أنها كتشوف بحال الأولاد. وبعد 7 شهور لاحظنا أنه نظرها مركز في اتجاه واحد. عرضناها على أخصائي عيون، فإذا بالصدمة القاتلة، واللي هي أنه البنت كتشوف شوية ديال الضوء ومعرضة تفقد بصرها. من بعدها أصيب زوجي بحالة نفسية وكره كل شيء، ونصحونا الأطباء بإدخاله المصحة نفسية لعلاج الاكتئاب. تقبض قلبي وتفكرت فجأة البنت اللي هربت من جحيمنا وهي كفيفة بعد ما دوزات معانا 10 سنوات من العذاب. وبقات صورة الفتاة اللي هملنا علاجها كطاردني، وتعلق أملي في عفو ربي وأني نلقى الفتاة ونكفر على ما درنا لها. ومن بعد البحث لقيناها كتخدم في أحد المساجد. مشيت وجبتها تعيش معايا اللي بقى ليا من عمري. ورغم كل شيء فرحات الفتاة بسؤالي عليها. استقرت معنا الفتاة ووليت كنخدمها هي وأبناء ابني الكفيفين. وبقيت كندعي ربي يغفر ليا، وكنقول للي انعدمت الرحمة في قلوبهم إن الله حي لا ينام. هذه كانت قصتنا لليوم. شكرا على مشاهدتكم، ونتلاقاو في قصة جديدة إن شاء الله.